باليقطين يلا نعمل الأكلة التراثية اللي كانت تعملها ستي الله يرحمها، من أطيب وأبسط الأكلات اللي ممكن تذوقوها بحياتكم. خلونا نبلش. بالبداية بدنا عدس مجدرة ورح نسلقه. وبهي المرحلة بدي العدس يستوي نص استواء، وبس تغلي المي رح نغطيه. وهلا رح قطع اليقطين. عزبتني شوي بصراحة، القشرة كتير قاسية. تمام. نشيل هذا الجزء ومننظفها بهذا الشكل. العدس استوى نص استواء واليقطين قطعته لمكعبات بهذا الحجم وصار جاهز. على سمن حيواني بننزل بالبصلة، بصلة وسط مقطعة مكعبات. البصلة دبلت وهلا رح انزل عليها بالعدس. لما سلقت هالعدس حسيت انه صار بدها فيديو مجدرة رز مع المخلل الفليفلي اللي عملته من فترة. بقى شو رأيكم نعملها؟ وهلا بنزل بقطع اليقطين، خليهم شوي بالسمن مع بعض، الملح، واخر شي رح اضيف الفليفلة الحمراء ورح كترها شوي وحرك. ما بدها المي لانه اليقطين هلا رح يطلع كل المي اللي جواته وتستوي الطبخه كلها مع بعضها. رح اغطيها ووطي النار على اضعف شيء وقلها شو روحي لتستوي. وهيك اكلتنا صارت جاهزه، ريحتها يا الهي. اذا جربتوها رح تحبوها كتير. اكتبوا لي اذا مجربينها من قبل وشو طريقتكم فيها. وهيك بيكون فيديو اليوم خلص. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا فولو وتحطوا لايك وتكتبوا لي رايكم، واقترحوا علي اكلات كمان باليقطين لانه كتير بحبه. جايبين ذوبان. يا الهي. يلا بحبكم كتير، باي.